وعلاش غنهرب. صيفطوه لي دابا شي وحده، هل لطيفه رأفت كتعلم بانه كيدير مخدرات؟ لو كون قلت له كتب لي داكشي كله اللي عندك باش ما يمشيلكش وما يوقعش مشاكل ويتشد هو ولا يهرب ولا هذا، كيبقى عندي بارون بهذا الشكل اللي نتوما نيت بنفسكم كتقولوا عليه بارون، ما طلقتش منه حيت عرفتو بارون المخدرات. ناس مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش يطيح لي في بالي انا داري عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي بارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قالوا عنده جزر. انا ما تعرفش هادشي، سعداتكم عرفتوه. مساء الخير عليكم، نتمنىكم تكونوا كلشي على خير وبخير. سبحان الله، فيما كنبغي ندير معكم شي اوديو ولا شي فيديو تكون مروحه. شيء طبيعي، انا مسافره والكل تيعرف، لان الكل كلشي ولا متابع لطيفه فين هي، ياك ما محبوسه ياك ما فهمتش. المهم جا الوقت اللي خصني نهضر. ما غاديش نقول بحال دائما انا ماشي من النوع اللي كنرد، انا ماشي من النوع اللي تنتكلم، انا ماشي من النوع اللي تنرد على، ولكن هاد المره شويه زاد الحد، زاد بزاف، لاني ما كنفكرش في نفسي دابا. انا زمان ما كنتش نفكر نهائيا في لطيفه رأفت، تنفكر في سمعتي، تنفكر في الناس اللي كيحبوني باش ما نعملش شي حاجه اللي تضرهم. لكن الان اول وحده كنخاف عليها وكن يعني كنخمم فيها بزاف وتنفكر فيها بزاف، وهي بنتي الماس. نهار اللي تزادت الماس نتوما كتهضروا، ونهار اللي تزادت الماس ما خليتوش حتى البنيه تعيش بسلام. ها اللي ما عندهاش باها، ها اللي سرقه لها بيض، ها اللي على زعره كولتها مع هذا اللي نايض عليه الصداع مالي، وكانت سمراء ما نقولش كحله، ولكن زادت مع انسان زعر وكيعرفوه بزاف اللي كيكتبوا عليه. نهار اللي بغي هو يبان مع بنته مرحبا به، من حقه الا ما بغاش يبان. تحطات البنت معايا، علاش البنت زعره وهي بيضه؟ يعني شنو هاد الافكار؟ شنو هاد الشيء هذا؟ اش درت لكم؟ على فكره كنتكلم على الناس اللي كتأذي، ما تنتكلمش على الناس. وكنشكر الناس اللي اتصلوا بيا، وكنشكر الصحفيين اللي اتصلوا بيا، وتنشكر الناس اللي كلهم تيقولوا لطيفه ما ديهاش في هذا الشيء. ولكن هاد المره شويه زاد، يعني زاد هادشي على حدو. وبالاخص انني حتى ناخذ لبنتي، انا ماشي سافرت لبنتي على فكره عاوتاني، انا ما سافرتش بنتي نوال. انا كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمه ومؤمنه بالله، وكنآمن بالرسول عليه الصلاه والسلام وكتابه المنزل بالله سبحانه وتعالى. فانا سافرت ان بنتي عندها عطله فقط، وما سافرتش بها من نهار اللي مرضت لي الوالده، والان راها مريضه لي الوالده. ولكن البنيه خصها تسافر، وباها بغى يسافر سي نورمال، خصني نسافر مع عائلتي. اشنو كيقولوا؟ لطيفه هربات، واش ما عندناش قانون في البلاد واش نهرب؟ علاش غنهرب؟ بغيت هادو اللي تيقولوا لطيفه هربات يخرجوا يقولوا علاش هربات. ما كاينش بوليس في الديوانه، ما كاينش حتى حاجه، يعني تنخرجوا كيف ما بغينا وتندخلوا كيف ما بغينا في هذه البلاد. يعني عادي عندكم انني انا هاربه. منين غنهرب؟ بغيت نعرف منين غنهرب وعلاش غنهرب. هادو اللي تتكتبوا واللي كتبوا في التعاليق خلاص وصل بعض الاخوان او بعض الناس، ما خصنيش نقول الاخوان، السب والقذف وكلمات نابيه جدا. ما فكرتوش في هاد البنيه اللي راه ناعسه دابا مسكينه؟ ما فكرتوش مستقبلا شنو غتشوف على امها؟ نهار اللي تزادت خرجت وحدها بيض، ها سرقت البيض، ها سرقت، طلع لها واحد من الشرجم. ما هضرتش في هذا الموضوع، قلت انا كبيره من هذا الشيء. واحد نقز لها من الشرجم وجا وفتحها وحيد لها البيض وجابوا ليا. شنو هاد الخرافات؟ شنو هاد البنت باها ولا كلشي تيقولوا فين عمركم عرفتوا راجلي؟ باش انا الان هذا نقول له نوض تبان. فين عمركم عرفتوا راجل لطيفات الا واحد رحمه الله سي حميد العلوي، وكان ممكن ما يتعرفش لو ما كانش مدير اعمالي، لان كان مدير اعمالي كان يمكن هو معروف اكثر مني. انا بديت صغيره ما كنتش معروفه، مي هو كان معروف عليا لانه كان مدير اعمال ديال الاخت فاطمه بغدادي، رجاء مليح الله يرحمها، مجد عبد الوهاب، كان يعني مدير اعمال ديال بزاف ديال الناس. وهذاك الشيء كان معروف. انا اللي ما كنتش معروفه هو عرفني. عرفتي داك الكويس ديال كنشرب الزعتر وفلي ولا لا هذاك لان مروحه. عاوتاني هذا اتاي ماشي شراب، هذا اتاي لان هذا الشيء اللي ولينا فيه حنا في المغرب ولا خايب بزاف. هذا اتاي فيه الحامض والعسل والسكينجبير،
جابوه لي باش شويه لان حلقي وصدري وراسي عييت بلي زونتيبيوتيك كما كنقولوا ما شكيت عليكم. وحدين تيقولوا لطيفه تزوجت 6 تزويجات. بغيت نعرف من فوقاش حضروا، واش حضروا ليا في العشاء ولا في الغدا ولا وقت اللي كنت كنكتب لي كاريط مع هاد الناس كنقولوا كاريط درب الصداق فوقاش، واش حضرتوا معايا؟ لطيفه تزوجات 6 تزويجات. انا غنبقى نجاوب اي واحد، راه كلشي كيوصلني، انا ما كندخلش، لكن الناس كيصيفطوا لي الله يكثر خيرهم. واحد بعدا قال كلمه ما نقدرش نقولها لكم، سبني بسب نابي. علاش هادشي؟ عاد نجيكم الموضوع اللي نتوما فيه الان خايضين. علاش انا ما عمري بغيت نهضر، دابا غنهضر. بنتي ما كنبينهاش من حقي ما تبانش، هي قربت تبارك الله بدات تكبرت بغيت تبين راسها الله يعاونها، لكن انا ما ولدتهاش باش ندير بها اشهار. ماشي من حقي نشهرها. دابا غدا تكبر تقول لي انا بغيت كاع نتعرف. علاش عرفتيني كاع من الحياه هذه باش انا نتشهر؟ انا كنخرج كيشوفوني الناس. نهار اللي تكبر كاين باها، كاينه هي، كاين خوتها، عندها خوتها، الا بغاو يبينوها. دابا ماشي من حقهم، مي غتكبر تبين. علاش البنت من كنحطها علاش ويلي شعرها زعر هادشي بنتها؟ شحال من واحد. انا خويا الله يرحمه جواد تشوفوا بنتو غير تشوفوه. انا بنتي راه ماشي كتشبه باها، بنتي راه بزاف وكتعرفوها. بعض الناس راه كيعرفوا باها مزيان، انسان معروف ماشي انسان ماشي معروف، ولكن محترمه اي انسان ما بغاش يبان من حقه. انا قالك ما تزوجش او ولدت معاك باش بنتي تشهر. هذه نقطه واحده، هذه غنساليها غنسد عليها. النقطه الثانيه، هاد البلبله اللي نايضه على هاد البارون د المخدرات. عيطوا لي بعض الصحفيين، عيطوا لي بعض الاخوه، قال لك لا من الاحسن تجلس تعاودنا. انا ماشي من حقي نعاود وماشي من حقي نعرف الناس. كنا هما الزيجان ديالي وما تزوجتوش 3 المرات. اوكي 3 المرات، واحد الله يرحمه مات وزوج بقي في الحياه. ولو انني ماشي من حقي وماشي من حقكم تعرفوا حياتي. وبعض الناس اللي كيحبوني وكيحترموني غيبقى فيهم الحال اليوم يقول لك علاش نزلتي لهذا المستوى، لكن نزلت لهذا المستوى باش هادوك اللي نازل تحت مني يطلعوا شويه مستوى. انا بزاف هادشي بزاف. انا هاد المالي باش نرد على واحد المقال عاد صيفطوه لي دابا شي وحده. هل لطيف رأفت كتعلم بانه كيدير مخدرات؟ غنجاوبكم وغنجاوب هاد الصحيفه ولا صحيفه ولا موقع ولا ما عرفت شنو. بارون بهذا الشكل اللي نتوما نيت بنفسكم كتقولوا عليه بارون وعنده فعال وترك وطيح اسماء، ما يمكنش يثق في وحده يلاه عرفته 4 شهور ويقول لا انا بارون مخدرات، حيت انا ما محتاجاش لبارون مخدرات. خليوني نبقى باغيه بلادي اللي هزات لي وعطاتني اسم كبير، خليوني نبقى جمهوري المغربي اللي انا مفتخره به، خليوني نبقى باغا بلادي انا وبنتي. خليو بنتي ما تكرهش بلادي، سواء بقيت في حياه او كبرت وجلست في الركنه. خليو بنتي تبغي ناسها وتبغي اصلها وبلادها. انا بهذا الشيء وليت تنقول شنو درت في بلادي. الوقت اللي كانوا الاخوات كلهم كيسافروا تيهاجروا ويغنيو برا ويغنيو في الخليج ويغنيو في مصر، لطيفه ما بغاتش. لطيفه تنقول لا ما نبيعش بلادي وما نمشيش وما ناخذش اسم اخر من غير لطيفه، باش نهار اللي يسمعوني يقول هذه لطيفه رأفت ماشي اسم اخر. للاسف اسمي رأفت حق، ما عندي ما ندير، حنا كنيتنا رأفت اسم شرقي. اكيد كلشي كيتسنى واقعة البارون. انا هاد السيد ولا ماشي من حق حتى حد يعرف، مي انا غنقولها. هاد السيد دخل من باب الواسعه وبغى يتزوج بلطيفه، معرفه بالضبط 15 يوم وطلب الزواج. وهاد 15 يوم عرفتو بانه رجل اعمال من افارقه اللي جاو المغرب باش يستثمروا في المغرب، وكان سيدنا الله ينصرو يلاه كان مشى لمالي وجاي من مالي باش انه يستثمر. وعرفتو شركات وعرفتو عنده اموال وعنده ماشي عنده مخدرات. عرفتو كاي وحده غتعرف انسان عنده. ما غنتزوج شي واحد نخدم عليه
من جاني واحد عنده رزقه وطلبني في الحلال مشيت معاه في الحلال. راجلي على سنة الله ورسوله كان. يمكن هادو اللي قالوا راني مزوجه بستة ديال الرجال ولا كتار وهذا وقيلتهم ما حضروا فيه يقولوا لكم كيفاش كنضرب الصداق، بويسكو تيقولوا لطيفه 7 زواجات و6 زوجات ويلا يقولوا لنا هاد العرس ديالي مع هاد السيد او ضرب الصداق ديال هاد السيد شنو كنت لابسه وشنو كان لابس هو. هذه ديال الانسولين ديالي يا بنتي، هاري الله يرضي عليك والله العظيم. غير الحمد لله معايا عطفة الوالدين ورضا الوالدين ومحبه الناس ودعاوي الناس مع هاد السكر وهاد الشيء. الله يحفظه صافي، خلينا غير بهاد البنيته على بسلام. الله يرضى عليكم، الله يحفظكم، الله يخليكم ما عز عليكم. انا ما عمري تنمرت على شي حد ولا عمري هضرت في شي حد ولا عمري. نوريكم حتى الانسولين فين كنضربها للاسف والله ما نستاهل بالله. ماشي بس حيت مريضه، راه كلشي مريض الله يشافي الجميع. ما نساهلش على الحب اللي عطيت لبلادي واللي كنكنوا لولاد بلادي بالاخص. يجي شي واحد يقول لي حتى اللي عداوني وغاداوني غير هكاك، عداوني غراتويتمون والله للاسف كنشوف اللي عداوني واللي كنت كنبغيهم وكنحبهم وكنقدرهم، هما اللي ما فهمتوش اش عداوني. جو سي با، ما نعرفش، انا ما نقدرش نعرف اي واحد جا وعداني وهضر فيا، ما نعرفش لان ما نقدرش، ماشي مسؤول على ودنو باش نسمع. الوغ هاد السيد جا باب واسعه تزوجت بيه وشتو مع ناس مع مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش يطيح لي في بالي ان واحد يجي تيبيع مخدرات او كيف. انا ما نقدرش الان نقول اش كيدير، جو با قانون كيف بلاد، ماشي انا اللي غادي نقول لكم اش كيدير ولا ما يعني. زواج على سنه الله ورسوله. طلقت منه مده 4 شهور و10 ايام بحال شديت حق الله. علاش ما طلقتش منه؟ حيت عرفتو بارون المخدرات. ابدا. واش هذا الشيء صح نيت؟ اولا خصكم تعرفوا كيعرفوها كاع اللي تزوجوا في المغرب وتزوجوا بانسان يعني جنسيه اخرى، الزواج المختلط تيكون واحد لونكيت ديال البوليس، هل هو عنده شي متابعه قانونيه على السيد. ما عنده والو، السيد رجل اعمال، السيد ما عنده والو. سالت عليه الناس اللي عرفتو معاه قال لك رجل اعمال وجاي يستثمر. ماذا بيا يستثمر في بلادي، ماذا بيا يخدم الناس، ماذا ماشي باش يعيشني. على فكره انا عايش في داري، جا عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي. انا داري اللي كسبت، هذه اللي كنسكن فيها اللي كتقولوا قصر، ماشي قصر فيلا بحال جميع الناس. بنيتها في 2005 وهذا السيد عرفتو في 2000 في اواخر 2013 ولاك دو مارياج عندي معاه من الاول جانفي الى 6 شهر 6 ماي، يعني 4 شهور. طلقت منه لانه السيد ما بغانيش نبقى في الدار ديالي. من حقه كيقول لك انا ما نسكنش في دارك وانا عندي الماده وعندي خصك تكوني معايا في الدار البيضاء. مشيت مع السيد، ماشي شكلي، ماشي شكل السهرات، ماشي شكل ديال، ماشي. عرفت بان ما يمكنليش، فقط ما يمكنليش. كاين هناك غموض خصني نعرف بزاف د الحوايج. السيد رافض، فقلت له اللي يجمعونا يفرقونا، وتفرقت معاه طلاق الشقاق. هاد البارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قالوا عنده جزر، انا ما تعرفش هادشي، سعداتكم عرفتوه. طلقت من طلاق الشقاق، يعني حتى العدول انا اللي خلصته. اوكي، لو كنت عرفتو بارون وعنده هادشي وغنقول لك انا كنت بصح طمعت في انسان بحال هذا. انا ما شفت منه، انا كندوي ما شفت منه غير الخير. ما شفت راجل كاين امراه تزوجات ما صدقش الزواج. ما نقدرش نكون مع انسان ما عارفاش شنو تيدير بالضبط. يعني ها الشركات ها كلشي، ملي كل مره كنسالوه على بزاف د الحوايج. انا في غنى عن المشاكل. طلقت طلاق شقاق، ما خديت ولا فرانك. داري والفيلا اللي كلشي كيهضر عليها وتيقولوا خلالها قصر وفيلا، الحمد لله القانون والفرقه الوطنيه عرفت شكون اللي عرفتكم شكون اللي ساكن فيها، ماشي انا. ما نخليهاليش انا. ولو كون عرفتو بارون، لو كون قلت له كتب لي داكشي كله اللي عندك باش ما يمشيلكش وما يوقعلكش مشاكل ويتشد هو ولا يهرب ولا هذا، كيبقى عندي كلشي. مي انا عندي الحمد لله رضات الوالدين، محبه الجمهور، ومستوره والحمد لله.